سلام الله عليكم متابعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. التنسيق الوطني للأساتذة يصدم الحكومة. قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنسوش ديروا إعجاب للفيديو وتشتركوا في القناة باش توصلوا بجديد الأخبار إليكم. التفاصيل: أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم 25 تنسيقية إضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عن خوض إضراب وطني ل4 أيام متتالية خلال العطلة البينية التي تنطلق من اليوم الأحد تالي دجنبر الجاري. ودعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يعتبر أكبر تنسيق وطني للتعليم إلى خوض إضراب عام وطني بقطاع التعليم أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، الخامس والسادس والسابع والثامن دجنبر 2023، وذلك تزامنا مع أيام العطلة لتدخل بذلك الإضرابات الأسبوع السابع تواليا. كما دعا التنسيق إلى تنظيم مسيرات احتجاجية ب3 أقطاب يوم الأربعاء 6 دجنبر 2023 بمراكش وطنجة وفاس، وذلك تزامنا مع اللقاء المرتقب عقده بين النقابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي القجاع يوم الأربعاء 6 دجنبر الجاري من أجل تدارس مسألة تحسين الدخل لنساء ورجال التعليم. وأوضح أصحاب البيان أن هذه الخطوة جاءت في سياق تعليمي مؤزم يتسم بعشوائية الوزارة والحكومة في تدبير أزماته الخانقة، منها جولات الحوار المغشوش الذي تقوده الحكومة في تجاهل تام لأصوات الإطارات المناضلة ميدانيا، وإصرارها على التعاطي السلبي مع مطالب الشغيلة التعليمية التي عبرت عنها ما مر في بيانات إطارها المناضلة التنسيق الوطني لقطاع التعليم. وأضاف التنسيق أنه عوض إيجاد حلول جذرية لما تعيشه المدرسة العمومية اليوم، تصر الحكومة في استهتار مقصود على هدر الزمن المدرسي لأبناء وبنات الشعب المغربي واللجوء إلى الحلول الترقيعية، حيث فتحت أبواب المدارس أمام جهات تفتقد لأبسط شروط التكوين التربوي قصد تقديم خدمات الدعم للتلاميذ والتلميذات، مما يفضح بالملموس زيف شعارات الجودة التي تبجحت بها الوزارة الوصية في كل إطلالة إعلامية لها. استنكر المصدر ذاته ما وصفه بالحلول الترقيعية المقترحة من طرف الوزارة بشأن الدعم التربوي خلال العطلة البينية وفسح مجال المؤسسات التعليمية لأطراف غريبة على الجسم التعليمي، وتحميله الوزارة المسؤولية الكاملة في خطوة الدعم اللا قانوني، علاوة على إدانته للسرقات الموصوفة من أجور رجال ونساء التعليم، وتشبته بضرورة استرجاع كافة الأموال المنهوبة من جيوب الشغيلة التعليمية، وعزمه سلك كل الطرق القانونية لذلك.